يو شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا سيدي وحبايبي في فيديو جديد في قناة مخرج هذا. إن شاء الله تكونوا بخير. سيناريو ما كانش يتوقع حتى مكشخ في مباراة الترجي وسان داونز. نتصور أي مكشخ كان يتوقع كونه الترجي مش تعمل حاجة كبيرة باش تخرج بإكس أو باش تخرج ما تماركش برشا أهداف. هذا هو السيناريو اللي كنا متوقعينه كمكشخين. ميلودي سان داونز موش الفريق القوي اللي ينجم يربح الترجي بسكور، لكن فرد وقت ماهوش الفريق اللي الضعيف اللي يتنقص له من قيمته وتنقص له وتصغر له من حجمه وتلعب له بالطريقه اللي لعب بها اليوم. الحاجه اللي يمكن تصلح فيها شويه امير بوميلي في الماتش تاع اليوم كونه ما بداش اول 45 دقيقه يدافع، والمشكله اللي مستنسين بها كونه ضيع اول 45 دقيقه بعد تالي يتحول في الدوزيام ميتون. بدا بدايه باهيه، لكن الدخله نتاع الشوط الثاني كانت دخله سيئه على الاخر. كره مع من ربع فرصه جت سان داونز سجل هدف. ما تنجمش تلوم على بشير بن سعيد، ما تنجم تلوم كان على لاعبي الترجي التونسي اللي موجودين اليوم، على راسهم المدرب امير بومير اللي بكل صراحه الكوتشينغ نتاعو اليوم نجح جونا في الاسبيرونس. اليوم شفنا لاعبين عكس اللي شفناهم في ماتش الاهلي المصري. بكل صراحه الماتش اللي عشناه وتفرجنا فيه في ماتش الاهلي الذهاب والاياب خلى المكشخين يحلموا فريقنا كان ولا ريال مدريد، فريق ما ينهزمش، فريق قوي على الاخر، فريق ماشي في سكه صحيحه رابطه ابطال افريقيا الخامسه. لكن بكل صراحه كي تخمم في الموضوع هذايا تتفكر نقائص اللي كنا نحكيو عليهم والمشاكل والضعف الاجنحه نتاعنا والضعف الديفونس نتاعنا وكيف كيف وسط الميدان، وفي مخنا كونه اونوتشي قبيلو باش يغادر. يعني عندنا برشا مشاكل، تلقاه مش في فورما او قبيلو قاعد يعمل اللي عليه في اخر اياماته في الاسبيرونس. موز حاجه عليه كيف كيف ما تنجمش تفهم منه، ما تنجمش تقيمه توا دخل ديريكت في سيناريو نتاع مباريات كبيره مباريات قمه. نحكيو على الكوتشينغ نتاع بوميل كيفاش بدا بالضبط، علاش ما اخترتش كون تبدا من الاول بجاك ديارا. حتى شفنا تفتيش الكره اللي اخترته انت في الشوط الثاني واللي عملت عليه برشا في الشوط الثاني على دانو وبعد اللي دخل دياكيتي مع تدخيل تولي ديارا زايد على الاخر. شفنا ديارا كونه على الليني قاعد يتبع، ما ثماش كور باهيه، ما ثماش حتى الدريبل وكل مش ديارا اللي كما نعرفوه شفناه في ماتشات البطوله وماتشات اللي شارك فيها من شويه في الشامبيونز ليغ. توقعنا تغييرات اخرى، توقعنا ما توقعناش كون ساس وكوسيرا يخرجوا في فرد وقت. بكل صراحه يان ساس نقطه استفاده كبيره في الترجي. اللاعب هذا ما فهمتش شنو هي مآله في الترجي وشنو هي ناوي بالضبط يعمل في الاسبيرونس، ولا هذا المردود هو المردود اللي يستحق عليه كونه بعد 90 دقيقه ذيك ماتش الجاي يشارك 90 دقيقه اخرى وبعد الماتش اللي بعده تيتولير وديما يمشي. برشا عباد تقول لك كوسيلا مش لاعب نتاع اولى دقائق المباراه، لاعب نتاع يدخل في الشوط الثاني يبدل لك اللعب وكل. لكن بكل صراحه كي تخمم باللوجيك كوسيلا لازم يهبط لك من الاول، سيرتو في جهه سيقو يسار يلعب بها هو وديارا يلعب على اليسار وتلعب بدانو جوك احلى جو. بعد كده كنت تعمل شونجموناتك عبد الرحمن كوناتي في التيران حسب كنت تسمع معنا اكثر جوار ممكن تسب، وهو اكثر جوار فك كور واكثر جوار معناتها استرجع كور في وسط الميدان، واكثر معناتها لاعب يتحرك في البلايص الكل، يطلع في الجهه اليسرى في وسط الميدان يدخل في العمق. برشا سونترجات خايبه من بن حميده كيف كيف من كايتا، برشا باسيت غالطه مش في بلاصتها، برشا شوا معناتها برشا ديسيزيون غالطه معناتها يسلبوا في ديسيزيون ومعناتها تخرج باس غالطه ويكسروا كل شيء. واللاعبين تحسهم في اخر دقائق اللعب بعد الهدف اللي تسجل وتنحى دخلوا سيرتو كي تنحى الهدف هذاك دخلوا في ثنيه اخرى جمله وتحسهم كلي سي بون يستنيو الاربيتر باش يزفر. اي واحد يجيب باس يمشي يرجعها ويطيشها لاي واحد قدامه، ما عادش يخموا في حتى شيء. هنا نتصور النقطة نتاع مدرب، نورمالمون مدرب يعرف كيفاش يعمل شونجمونات، يعرف كيفاش يكوتشي اللاعبين نتاعو، يعرف كيفاش يحافظ الجوارات اللي عنده. هدف جاء في وقت خايب وهدف غدار الترجي، ما شفناش فرص كبيرة لسان داونز، لكن سان داونز كان واقف وعرف كيفاش يوقف نقاط قوة الترجي التونسي، عرف كيفاش يوقف الترجي في الأجنحة. ساس كاردوزو يعرفوا مش هكا جوار العالم، جوار واو، عنده ليزين دو باهين مع رودريغو رودريغيز. اللاعب خرج ديارا ماهوش في فورما، ماهوش لاعب اخر ماتشوات وما فهمتش بيه يلعب هكايا. كوسيلا يمكن هو اللي شويه العمال عليه اللي كنا نستنى منه كونه باش يعمل ديفيرونس، لكن مالوريزمون ما فهمتش بها من اللاعبين. عباره عن حيت عباد اخرى معناتها بعدك الموتيفاسيون اللي عطوها لنا وبالرسمي معناتها بعد ما خلونا نحلموا برشا وخلونا نراو الاسبيرونس في ثنيه اخرى جمله، تجي تخسر في راسه اليوم 1-0. اسوء الحالات تعمل اكس تربح 1-0 هكا، ولكن خاصة اكس مع 0-0 لكن ما تنهزمش 1-0. هزيمة قاسية للترجي، كف كبير للترجي وكف قوي. برشا عباد تقول لك ماتش الروتور ماتش
مربوح للترجي، وانا عندي ثقه في اللاعبين وعندي ثقه في الاسبيرونس. لكن بكل صراحه الولات اصعب برشا هكا، معناتها خاصه الواحد مقاول صفر في بلادك، ما خذيتش بايك، ما ضمنتش على روحك، ما تنجمش تحكي على فيكتوار في الروتور. معناتها جمعيه تلعب في بلادها، جمعيه مش مطالبه كونه تسجل برشا اهداف، خاطر ديجا التعادل غاديك السلبي او الايجابي يخليها تفوز وتتعدى للفاينل. سان داونز ماهيش الفريق هكا الساهل اللي تنجم تجاريه بالكدا، خاصه في مساعتين نتاع القيل نهار السبت في الميديتي هذيك والسخان هذيك. هما مستانسين جوهم باهي، لكن احنا لا. مالوريزمون والله ما كنتش نستنى ماتش باش تعدى كيما هكا، دخله تعمل كيف، جمهور يعمل كيف. مساجات مزيانه على الاخر من كوربا سود. توقعنا كنا نشوفوا اللاعبين معناتها كيما شفنا في مباراه الاهلي، نفس الموتيفاسيون ونفس معناتها التركيز ونفس كل شيء، لكن مانيش فاهم شنو صار بالضبط. اختيارات غالطه، طريقه لعب غالطه وغالطه على الاخر. انا اكثر حاجه وترت اعصابي تفتيش الكره خاصه في الشوط الثاني. وممكن تغيير نتاع خروج قصيله وساس فرد وقت هما اللي خلاو الترجي تتفرعس شويه. وحاجه اخرى كنت نجم تدخل حمزه رفيع اللي كنت نشوف فيه انا معناتها يسخن الساعه غير بوع ولا قديش يسخن وما هبطش يكور. ما فهمش علاش كوسا اسمه رفيع ما يهبطش في ايطاليا يلعب ويلعب في شويه دقائق لعب ويكور جو به، يجي لتونس البوندسليغا نتاعنا يولي ما عادش يشارك وما عادش يلعب. شنو هي هل معناتها فيزيكمون لهالدرجه مش حاضر حتى لاخر ربع ساعه اخر ربع دراج؟ مشكله كبيره في الافكتيف، مشكله كبيره في اجانب الترجي اللي ماهمش قاعدين يخدموا في خدمه كبيره. ساس حكيت عليه من قبل مش من توا، معناتها ما نقولوش كونه من الخساره ولي واحد يسب في الجولات ولا حاجه، ليه ساس من قبل حكيت عليه. كوسيله ما عملش حاجه كبيره في ماتش الاهلي، ديجا ما خداش برشا دقائق لعب. جاك ديارا سافا عدى روحه هو ودانو، خاصه دانو احسن واحد لعب في ماتش الاهلي، لكن مش كل طرح باش يجي سونتراج يركح كنترول ويشوت. ضيع برشا كور دانو، يتلام برشا في الطرح نتاع اليوم، خاطر اكثر من فرصه قدام الكاش كان نجم يسجلها. هدف حسب ما شفت في تصويره وانا مروح، مش مركز برشا خاطر قيل يقول سي بون خرج من مخي. معناتها طرح نورمالمون ظاهره فوت توغاي ولا هو جلاسي عمل فوت على الجارديان، حطوه ساندويتش هو ديفونسور نتاع سان داونز. ورقه حمراء في بلاصتها ديجا تو والله وين تفكرت ورقه حمراء نسيت هجمني، فما ورقه حمراء سان داونز تعطات في 88 ولا 87 يعني السيه زاد 10 دقائق ربع ساعه لعب بالكل في الكل بالورقه الحمراء. لكن عمل شونجمونات وكاردوزو لعب له في الديفونس ماركا بونتو يسنى فيك التالي طيش الكره لبعض غدوه اكثر من رجوع شفنا اكثر من الكره ضاعت. لي بالاريتي مانيش فاهم علاش ما فما حتى حد يسنتر لا يمين لا يسار فاللي كورنير اللي كوفرون ويجيب كره في راس صاحبه بالمليمتر. معناتها علاش ديما بريمير بوتو كره ترجع من ديفونس ثماش دوزيام بوتو ثماش سونتراج في حقه. يا كره تمشي بريمير بوتو يا كره تمشي عاليه برشا لدرجه كون الجارديان يخرج لها وفي عقله ويوصل لها ويربح فوت ولا ينحيها ولا مانيش فاهم علاش. مالوريزمون اليوم الجولات ما كانوش في فورما، مانيش متفائل برشا مباراة الريتور الحق نتاع ربي، كنت عاطي امل كبير الماتش نتاع اليوم. رايكم يهمني على الاخر شباب في الكومنتير، احكي وفرغوا قلوبكم نتناقشوا ونبدلوا شويه هكا الجو على الماتش، نفرغوا شويه قلوبنا. لايك كومنت شير سبسكرايب، باقي نتقابلوا فيديو جديد.